يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من قلب واعي. تخيل معايا إنك كنت ماشي في طريق ومتحمس وعندك أحلام وخطط، وكل يوم بتصحى وعارف إنت عاوز إيه، وفجأة ومن غير مقدمات لقيت نفسك واقف، لا عارف تكمل ولا عندك طاقة أصلا تبدأ، ولا حتى فاهم إيه اللي بيحصل. الحاجة اللي كنت بتحبها بقت تقيلة جدا على قلبك، والكتاب اللي كنت متشوق جدا تقرأه بقى مرمي، والمشروع اللي كنت متحمس له اتساب، والأهداف اللي كنت بتحلم بيها بقت مجرد أفكار بعيدة. فتبدأ تسأل نفسك، هو أنا اتغيرت ولا أنا بقيت كسول؟ هو أنا أصلا ضعيف ولا يمكن عمري ما كان عندي شغف من الأساس؟ والسؤال اللي ناس كتير بتسأله، ليه بنفقد الشغف فجأة؟ بس الحقيقة احنا اغلبنا ما فقدهوش فجأة، احنا بننزف شوية شوية لحد ما نصحى في يوم ونكتشف ان اللي جوانا بقى فاضي. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. انا فاكرة ان في فترات في حياتي كنت مقتنعة اني فقدت شغفي تماما. كنت بشوف ناس شغالة وبتنجز وبتحقق اهداف، وانا مجرد فكرة ان ابدأ حاجة كانت مرهقة جدا بالنسبة لي. ويمكن اللي مزود المشكلة إننا بقينا عايشين في زمن بيقدس الإنتاجية، لازم تنجز، لازم تطور نفسك، لازم تتعلم مهارة جديدة، أو لازم تحقق أي هدف. ولو وقفت شوية تحس إنك متأخر عن الدنيا كلها. فاحنا بقينا بنضغط على نفسنا بشكل بقى مرعب، ومع الوقت بنفتكر إن المشكلة مش في الشغف، لكن يمكن المشكلة الحقيقية إننا تعبنا. عارفين لما عربية تمشي آلاف الكيلومترات من غير صيانة؟ هل المشكلة إن العربية بقت وحشة؟ لأ، المشكلة إنها محتاجة تتصلح وتاخد حقها من الراحة. وإحنا كمان كده بالظبط، أوقات كتير بنكون محتاجين نرتاح أكتر من إننا نتحفز. وفي حاجة تانية بتحصل مع ناس كتير، هما إنهم بيحطوا توقعات ضخمة جدا لنفسهم، زي مثلا اللي يقولك أنا عايز أخس 30 كيلو، أو أنا عايز أبقى غني ومليونير، أو عايز أغير حياتي كلها، عاوز أبقى أفضل نسخة مني بكرة الصبح. وكل ده جميل وكل حاجة، بس أول ما يكتشف إن الطريق طويل بيبدأ يحبط، ويبدأ الحماس يقل، ويبدأ يصدق إنه فقد الشغف، مع إن اللي حصل إنه اصطدم بس بالواقع. لأن أي حلم في الدنيا بيكون ممتع في البداية، لكن الجزء الصعب هو الاستمرار ما بعد الحماس، بعد ما الحماس بيختفي. وده الجزء اللي قليل قوي بيتكلم عنه. محدش بيقولك إن النجاح ساعات بيكون ممل، وإن الالتزام ساعات بيكون تقيل، وإنك ممكن تصحى يوم وما تبقاش عايز تعمل أي حاجة، ومع ذلك تقوم وتكمل. وده طبيعي جدا. الناس الناجحة مش ناس عندها شغف أكتر منك، لكن هي ناس كملت أيام أكتر منك ومش حاسة بالشغف. وفي نقطة مهمة قوي، السوشيال ميديا يا جماعة خلتنا نشوف حياة الناس من الخارج فقط، ونشوف النتيجة، لكن عمرنا ما بنشوف اللي حصل قبلها. فبنبص لحد ناجح ونقول يا بختك، مع اننا ما شفناش الليالي اللي معرفش ينام فيها، ولا الخوف اللي كان جواه، ولا المرات اللي فكر يستسلم فيها. فالمقارنة بتسرق مننا حاجتين، هما الامتنان والشغف، لانك مهما وصلت هتحس ان في حد احسن منك، وعمر السباق ده ما هيخلص. عشان كده اوقات كتير لازم تبطل تبص حواليك وتبص لنفسك بس، وتسأل نفسك، هل انا اتحسنت عن السنة اللي فاتت؟ هل انا بقيت شخص افضل؟ هل انا قربت خطوة صغيرة حتى من حلمي؟ لو الاجابة يبقى انت ماشي صح، حتى لو ببطء. واعتقد ان من اكبر الاخطاء اننا بنستنى الشعور
وبنستنى الشغف وبنستنى الحماس ونستنى المزاج، لكن الحياة مش بالشكل ده يا جماعة، ومش بتشتغل كده. الحياة بتكافئ اللي بيتحرك حتى وهو تعبان، حتى وهو خايف، حتى وهو مش متأكد، لأن الحركة نفسها هي اللي بتخلق الطاقة مش العكس. وفي النهاية لو انت دلوقتي بتمر بفترة حاسس فيها انك فقدت شغفك، عاوزاك تعرف انك مش لوحدك، وان ده مش معناه انك فشلت ولا معناه ان احلامك انتهت. يمكن كل اللي محتاجه دلوقتي انك تهدى شوية وتدي لنفسك حقها وتبطل تحاسبها بأسوأ. خطوة يمكن تبان بسيطة لكنها ممكن تبقى بداية رجوعك من جديد. وما تنساش، مش لازم تشوف الطريق كله عشان تبدأ، ولا لازم تحس بالشغف عشان اتحرك والشغف هيلحقك في الطريق. كنت معاكم النهاردة من بودكاست قلب واعي، واشوفكم في الحلقة جديدة بإذن الله. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتدعموني بلايك وكومنت.